السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فن وإبداع مع أسماء. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقة تزيين كيك على شكل قفطان أو لا كيك ليلة الحناء. الكيك كيتكون من جوج طبقات، الطبقة السفلى فيها 15 سنتيم على 16 ارتفاع، والطبقة العليا فيها 10 سنتيم على 11 أو 12 سنتيم ارتفاع. هاد الكاطو هذا نورمالمون ديال 15 شخص، يعني خاصني ندير قل من هاد القياسات وانا درتو شويه عالي. القياسات اللي خاصهم يكونوا يعني ما خاصنيش نفوت 10 سنتيم في الارتفاع، يعني 15 لتحت الفوق 10، والارتفاع ديالو ما خاصنيش نفوت 10 سنتيم. المهم غادي نخلي لكم في صندوق الوصف يعني المكونات مكتوبين ديال الكيك 15 سنتيم جوج طبقات، وشحال غيهز لكم ديال الكريمه، ونكتب لكم الكريمه اللي استعملت فيه والغاناج وكل شيء. غادي نخليه لكم في صندوق الوصف مكتوب، ونخلي لكم روابط ديال الفيديو الا بغيتوا الطريقه، لانني ديجا حاطه الطريقه ديال الحشو اللي في هذا الكاطو هذا. ما بغيتش نعاود ننزل عاوتاني باش ما نبقاش نعاود يعني نفس الحاجه. كنحاول نحط لكم غير الجديد. مثلا هنا خديت غير طريقه التزيين، لاني ما عمري ما نزلت لكم يعني هاد الطريقه ديال هاد التزيين هذا على هاد الشكل ديال القفطان، وصورت لكم الطريقه يعني ديالو. بالنسبه لهذا الكاطو هذا اللي كما كتشوفوا حتى هو ديال 15 شخص، ولكن طبقه واحده، يعني 15 شخص طبقه واحده، 18 سنتيم على 15 في الارتفاع. واكيد هاد القياسات اللي كنقول لكم يعني ديال القياس ديال الكاطو الداخل، يعني الكاطو محشو بالكريمه، هذا القياس ديالو. اما مع تغليف بالغناش وعجين السكر يعني ما كتبقاش 18 سنتيم في القطر، كتولي 19 سنتيم، وفي الارتفاع بما انه فيه 15 كتولي فيه ديك 16 سنتيم اولا 15 ونص، يعني على حسب العلو ديال الكاطو. المهم صراحه انا هاد كيك 15 سنتيم جوج طبقات كانت اول مره قاديته واخر مره، لانه الا جيت ندير القياس المطلوب ديال 15 شخص يعني غادي يجي شويه، يجيو الطبقات شويه قصار، وانا ما عجبونيش في داك المنظر. زدت من عندي، يعني مني زدت من عندي يعني انا غادي نتسمى ضيعه. ولا درت القياسات اللي خاصني ندير غتجي شويه محقوره، دوزيطاج محقوره. يعني كنفضل الكيك يكون يعني بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا في الصوره، هذا ديال 15 شخص، 15 في الارتفاع، 18 في القطر، هكا حسن. واخا هكاك التصاور ما كيعطيوش الحجم الحقيقي. شتي هذا الكيك هذا راه كيبان شويه كبير، يعني ما كيبانش كما في الفوطو. عارفه طولت عليكم، ولكن كنحاول نشرح للناس اللي كيهمهم يعني يعرفوا القياسات. وغادي نخلي لكم المكونات كما قلت لكم كل شيء في صندوق الوصف. الان غادي ندوزو لطريقه التزيين. كما شفتوا هنايا عندي الكاطو راني حاطه يعني طبقه فوق طبقه، وضروري كنديروا دعامات لتحت. غادي نخلي لكم فيديو تحت اسفل في صندوق الوصف حتى هو ديال طريقه التثبيت. يعني ديجا حاطه كاطو بحال هكا، حاط كيف وريتكم كيفاش تثبتوه، حاطه شحال من مره. نحاول نحط لكم واحد الفيديو من الفيديوهات. فاول حاجه غادي نحتاجوا لهذا السيليكون هذا. انا عندي هنايا هذا فيه 3 القياسات، خدمت بالقياس الكبير والصغير. نتوما كما شفتوا هنايا قاديتهم ولونتهم بالدوغي، يعني كلشي كيعرف انه يطبع في السيليكون، يعني مكاينش لاش نصور. ممكن ديروا اي سيليكون عندكم فيه اشرطه طوال بحال هكا، يعني ماشي ضروري نفس الزواق، يعني اي شكل عندكم تقدروا تختاروا به، يعني اشكال بحال هكا وتقادوا بهم هذه السفيفه ديال القفطان. هنا درت هذاك الشكل هذا اللي كتعرفوا ديال العقادي، هو اللي درت في الوسط، وفي الجناب عاد غندير هذوك اللي وريتكم في الاول. حاولوا دائما فاش تلصقوا يعني هاد اي حاجه لاجين السكر بحال هكا بشكل طولي، حاولوا تقادوها. يعني كما شفتوا انا درت هذيك الملاسه باش قاديت القياس ديالها باش تجي يعني مسطره، ما تجيش زعما عوجه ولا شي حاجه ولا مايله. بالنسبه لي يقولوا لي باش كتلصقي، كنلصق بالتايلوز او لا سي ام سي مع شويه الماء كتحصلوا على لصق. يعني ديما كنقولها في الفيديو، هي باش كنلصق. بالنسبه لهاد هاد العقادي وهاد الاشكال اللي قاديت وصبغتهم بالطوغي،
قديتهم يعني خليتهم ينشفوا غير شويه من داك الملمع باش ما يكونش زعما كيتلصق الملمع الدوغي. بما غلفت الكيك بعجين السكر صافي ولصقتهم، يعني ما تخليهمش حتى كيكرموا بزاف وينشفوا باش ملي تبغيو تلصقوهم ما يتهرسوش ليكم. الان غادي نوريكم كيفاش قاديت هذاك الديكوراسيون اللي في الجناب اللي تشوفوا فيه الوريدات. يعني كديروا دوك الوريدات الصغار على هذا الشكل، كنحط 3 ثم كناخذ هذاك الشكل اللي وريتكم في داك السيليكون الاول، يعني اصغر بلاصه، يعني داك الرقيق هو اللي كنقسم على جوج وكندير بهم هاد اللعيبه هذه في هذا الجنب هذا. وكما قلت لكم يعني على حسب السيليكون اللي عندكم تقدروا تختاروا كما بغيتوا. يعني حتى دوك الوريدات تقدروا ما ديروش رويدات تقدروا ما ديروش يعني وريدات. يعني الا كان عندكم مثلا وريدات في شكل اخر ولا عندكم شي لعيبه بحال هكا مدوره ولا اي حاجه تقدروا ديروا بها هذا الشكل هذا وتختاروا يعني اشكال من عندكم نفس هذا الشكل وعجبكم هذا الموديل تقدروا ديروه بحاله، يعني ديروه بالوريدات وهذا الشكل اللي وريتكم. المهم انا خدمت هذا الكاطو على حسب الموديل اللي كانت عطاتني السيده خدمت ليها عليه. صافي هنا في الاخير كاينين شي وحدين مازال ما نشفوش، كنحاول نقادهم، يعني نعاود نصبغ هكا بالملمع. انا ما كنفضلش نصبغ بالملمع فوق من الكاطو، يعني كان باش ما نعمرش داك البلاصه البيضاء، يعني لا باطا سكر البيضاء كنبغي نصبغهم هما الاول ونحط. وديك الساعه ملي كتبقى شي بلاصه قصه ولا هذه كنحاول نفينيها. صافي كما شفتوا هذوك الرقاق نيت نفسهم اللي وريتكم راه هما اللي درت في الجنب. شفتوا هذا تقطع ليا راه ماشي مشكل، يعني ملي غادي نلصقو راه غادي يبان قاد. صافي دائما كنلصق بهذاك اللصاق. اللي ما عندوش ستايلوز راه ممكن تلصقوا غير بالماء، يعني تكتفيو غير بالماء راه كيلصق نيت مزيان. هادو اللي كتشوفوا يعني في الجناب كندير بحال السفيفه داك اللي كتكون في الجناب تاع القفطان، يعني كنديرها في الجناب ديال الكاطو على هذا الشكل هذا. درت جوج في الجناب على اليمين وعلى اليسار، درت جوج تاني ورا الكاطو. صافي هنايا غادي ناخذ نفس الشكل، يعني نفس هاد الشريط هذا هو اللي غادي ندير به المضمه، يعني بحال المضمه رقيقه غادي ندورها على الكاطو كامل، يعني بنفس الشكل. داك الشكل الرقيق هو اللي درته، يعني دورته على الكاطو كامل. والوسط درت هاد اللعيبه هذه الوسط، يعني ممكن ديروا حتى هي يعني الزواقه اللي عندكم ممكن ديروا هذاك الوسط هكاك درتو بالخضر، يعني حاولت نمسحو من داك الدوغي باش يبان بحال الحجيره. صافي هذا هو التاج. انا غادي نوريكم الطريقه حيت فايته ديجا حاطه واحد الطريقه يعني بحالو، وقلت بلا ما نصور ناخذ غير من هذاك الفيديو. اول حاجه كناخذوا عجين السكر كنرطبوها بهذا الشكل هذا باش ما كتبقاش قاصحه تولي لينه. ثم غادي نزيدوا ليها بودره CMC او بودره التايلوز اللي كما قلت لكم شرحت لكم في فيديو سابق. بودره التايلوز هي اللي كتخلي العجينه كتنشف وكتولي صلبه، يعني هذا التاج غيولي بحال تاج حقيقي قاصح وشاد في راسو. هنا كما شفتوا خديت عجين السكر ضفت لها واحد معلقه صغيره ديال بودره تايلوز، يعني معلقه ممسوحه او راس معلقه. بهذا الشكل هذا غادي نبقى نرطب فيها او نعجنها، يعني حتى كتنسجم مع هذيك البودره، يعني ما تبقاش تبان لينا. صافي غادي نسرح العجين. هنا كما كتشوفوا هنا عندي هذا الرسمه هذا ديال التاج انا رسمته غير بايدي، يعني والمسطره وبقيت كنرسم بشويه بشويه وكنعبر باش يكونوا هذوك المثلثات في نفس القياس. راه طريقه سهله. غادي نخلي لكم قوالب ديال هاد الرسومات اللي ممكن تخرجوهم يعني بدون ما ترسموهم بيديكم وتطبعوهم فوق عجين السكر بكل سهوله. انا عجبني هذاك الشكل ورسمته بايديا كما تخيلته في دماغي. بالنسبه للطريقه كيفاش رسمته صراحه ما صورتش لان ما جاتش لي على بالي، حيت موجودين قوالب بزاف يعني رسومات واجده ممكن تخرجوها من السيت اللي كنت حطيته لكم سابقا اللي كناخذ منه موديلات والقوالب ديال الصبيبطات او التاج اللي غنخلي لكم رابط ديالو لتحت اسفل الفيديو. كما شفتوا هنا بعد ما سرحت العجين يعني ما تكون ما رقيقاش وما غليظاش بزاف، يعني عاديه. صافي كنحط هذاك الورق
الورقه ديال التاج اللي رسمت صافي، وغادي نبدا نطراسي بهذا الشكل. وردوا البال، خليو الورقه يعني محطوطه في نفس المكان، يعني ما تحركوهاش باش يجيكم مقاد. يعني قبل ما غادي تبداو تقطعوا العجين، هذيك الورقه اللي غتكونوا خرجتوا يعني غادي تشوفوا القياس ديال التاج اللي بغيتو، غادي تدوروها وتوقفوها باش تشوفوا القياس ديال التاج. الا كنتو مازال باغينو كبير غادي تزيدوا في هذوك المثلثات، يعني تزيدوا مثلا انا هنا درت 4، ممكن تزيدوا وحده الا بغيتو يجيكم كبير اكثر، ولا بغيتو يجيكم عالي اكثر ممكن تزيدوا في الطول. يعني نتوما غادي تزيدوا في عجين السكر، واخا تكون عندكم في الورقه مرسومه يعني في واحد القياس، ممكن تكملوا نتوما غير بالتقطاع. وهذا هو التاج بعد ما قطعته بالكامل. دابا غنوريكم كيفاش غادي نفيكسي وغنوقفو. وقبل ما نوقفو كنحاول نفينيه من الجوانب باش ما يكونش ممقاتش. صافي كنفينيه غير بالمسطره اولا بايدي هكا باش يجي مقاد ونقي. صافي كما شفتوا هنا خديت واحد القرعه اللي غادي تكون قد القياس ديال داك التاج اللي غادي نحط فوق الكيك. لصقت عليها ورق طهي باش ما تلصقش لينا عجين السكر على القرعه وتزولوها بكل سهوله. صافي لصقتها بالسكوتش، وهنا غادي نحط التاج كما كتشوفوا، يعني نفس القياس ديال القرعه نفس القياس ديال التاج. الا كنتو غادي ديروه كبير ما غاديش ديروا قرعه صغيره، غادي ديروا شي قرعه اللي عريضه باش يقدكم، يعني ما يبقاش التاج مايل من شي قدس ويوقف على هذيك القرعه وياخذ الفورمه ديالو واقف، يعني ينشف واقف. هنا كما شفتوا راني لصقته بقليل من التايلوز مع قليل من الماء، كنصنعوا منه لصاق، يعني قليل جدا من التايلوز، يعني ما تكثروش، راه دغيا كيولي على شكل جيل. ديروا ليه غير الماء دافي صافي وغتولي لكم لصاق وتلصقوا بها التاج. صافي هنا كما كتشوفوا هنا كنت كنزوق داك التاج، يعني ماشي نفس التاج اللي في الكيك ديال ليله الحنه ولا كيك القفطان، يعني ماشي بحالو، هذا شكل اخر. خليت لكم طريقه تشوفوها كيفاش كيجي، حتى الا عجبكم غتلقاو الرابط ديالو لتحت اسفل الفيديو، يعني طريقه مع الشرح. هنايا حاولت نزرب الفيديو غير باش تشوفوا هذا التاج هذا. حتى الا عجبكم هذا الشكل هذا تقدروا ديروه في هذا الكاطو، يعني ماشي مشكل. غير انا اختاريت ندير يعني عمرته واحد الشكل زعما سامبل، خليته سامبل، يعني كما عطاتني السيده الكيك اللي في الصوره اللي صيفطات ليا حاولت ندير ليها بحاله. صافي هنا كما شفتوا يعني صبغته بالدوغي، يعني بالملمع مع ملمع دوغي مع شويه ديال الكحول كما شفتوا كيجي كيلمع. وهنايا درت هذاك اللون في الزرق، يعني بحال الكاطو اللي كنت خدمت. يعني تقدروا نتوما ديروا في الخضر الا درتوه في هذا الكيك ديال القفطان. شفتوا هذا هو اللي كنت درت لكم. هنا كما شفتوا التاج كيفاش كيجي راه سامبل، يعني زوقته غير في الجناب بهذاك بنفس يعني السيليكون، يعني بالاشرطه اللي نفس السيليكون باش درت اللي درت زعما في الكاطو، يعني نفس الزواقه درتهم غير في الجناب، يعني ساهلين. مكاينش لاش هما نزيد نطول الفيديو ونصور انا كيفاش كنلصقهم، يعني لصقتهم غير في الجناب ديال التاج وصافي. وحده درتها لتحت صافي. هنا كما كتشوفوا كنثبت التاج فوق الكاطو، يعني لصقته غير بتايلوز، يعني دهنته من التحت لان حتى هو بعجين السكر، يعني عجين السكر ملي كتلصقيها مع عجين السكر كتولي ثابته ولاصقه. صافي هنايا خديت هاد الثوب هذا كما تشوفوا، ثوب يعني مشبك في الاخضر الملكي، يعني نفس الاخضر اللي عندي في الكاطو. حزمته هنايا درت واحد الربطه صافي ولويتها وحطيتها. هاد اللعيبه هذه اللي درت بحال الشكل ديال العروسه فاش كنا كنديروا ملي كنا صغار. ما عرفتش واش نتوما كنتو كديروها ولا لا. كنا ديما ملي كنبغيو نلعبوا زعما العرس ونديروا عروسه كناخذوا شي زيف بيض كبير وكنلويوه بحال هكا، كنحزموه من الفوق وكنطويو هذيك الحزمه وكنديروا على هذا الشكل، كنحطوها فوق راسنا والزيف تيكون كبير، يا اما زيف يا اما خاميه يا اما ليزار، المهم كيكون كبير باش كنتمشاو زعما به وحنا غاديين زعما بحال العروسه، بحال ملي كدير ديك لاهوب وداك الزيف اللي تيكون فوق منا. راه تكونوا فهمتوني. المهم كنتمنى الفيديو تكونوا استفدتوا منه. هذا هو الشكل ديال الكاطو في الاخير كما قديتو.
بالنسبه للكتابه اللي كتشوفوا لتحت، كنوقفها يعني حتى هي باللصاق ديال التايلوز وكتلصق في داك البورد كيك. كنت حطيت لكم كيفاش كنطبع يعني الحروف. صراحه بدات كتمشي لي الهضره مع شحال هادي ما بقيت كنسجل، ولات كتجيني في شكل كنتعكل بزاف في الهضره. يلا نخليكم على خير، شكرا ومتابعه، الى اللقاء في امان الله. انتظروني فيديو جديد ان شاء الله، وما تنسونيش من الدعاء، وبقاو دائما تقلبوا صندوق الوصف. كنخلي لكم بزاف المعلومات مكتوبين ولكن ما كتشوفوهمش، بحال القياسات ديال الكريمات، القياسات ديال الغناش، القياسات يعني كاع الفيديوهات اللي كنحط راه كنكون حاطه دائما في صندوق الوصف داكشي مكتوب. ولكن للاسف بزاف البنات ما كيشوفوهمش يعني، وكنلقى بزاف الاسئله في الواتساب وكنكون انا ديجا حاطه داكشي.